نبلش الفلوق هسه؟ طبعا جبت هذا الجينجر شوت. هذا اشربوه الصبح عالريق يجنن، يحرق الدهون بالجسم، فد شي رهيب انصحكم بيه. بيه برتقال، زنجبيل، ليمون وكركم. الكركم الفريش يكون. هذا اشربوه عالريق 5 ml مثل تشوفوا هنا. ويس راح اعتمده، انا دائما كلش احبه، يعني هو طعمه مو هالقد كلش قوي بس كلش صحي للتضعيف، رهيب. هذا الحليب هذا يسوي لكم، طبعا هذا الحليب من الشوفان، تقدرون تحطون ماكينة القهوة اللي شوفتكم اياها الفيديو راح مالتي، يصير بيها الحليب او الوخفة الفوق كلش قوية وطيبة. ف راح نجربها ونشوف. الثلاجة صارت جاهزة مال المسواق، يعني صفتها. وباقي الشغلات مثلا الرز والشغلات اللي ما تجي بالثلاجة راح احطها بغير مكان. هسه قلت لكم انه باقي عندي حليب فحرامات يخرب، راح استخدمه فطور كلش سهل وصحي ويجنن. اول شي راح ناخذ بذور الشيا، اكيد كلياتكم تعرفوها. العايشين بالمانيا تقدرون تجيبوها من الدي ام متوفرة، واعتقد حتى باليد الهمينة تلقوها موجودة. راح احط كمية انه تقريبا ملعقتين كبار، يعني هاي لأنه ملعقة صغيرة. نحط بذور الشيا حجم ملعقتين كبار. اوكي، الحليب الباقي عندنا نضيفه. اوكي هالقد صار. وهسه راح اضيف فوقه لبن يوناني. تقدرون تحطون لبن منكه او مو منكه كيفكم. اوكي كافي. وهسه نخلطهم سوا. راح استخدم هذا العقاب نزيغه، بخلي اشوفكم اياه. هذا هو. طبعا هذا حلو وصحي همين بنفس الوقت. اوكي ما احط منه كله هواية. بالنسبة لي باكر راح احضر الفاكهة فوقه. هسه صار جاهز، وبس نحطه بالثلاجة لمدة يوم، وثاني يوم يكون عندكم صاير وجاهز. اطيب فطور بالدنيا. وخليني اشوفكم هذا ايش قد حلو هسه. شوفوا
تقدرون تاخذوه وياكم للدوام، كلش حلو انصحكم بيه. استخدمت هسه هذا مال الطباخات من ماركة DM، يجنن كلش زين. شلونكم شخباركم؟ ورجعت لكم اليوم بفيديو جديد وكلش متأخرة عليكم، عذروني. طبعا الأوضاع والشغلات اللي صارت أكيد كلكم تعرفون بيها شوية مأثرة على نفسيتي، وأنا متأكدة إنه همين على نفسيتكم هم مأثرة، فالواحد ما عنده هاي الطاقة إنه يطلع ويصور. المهم الحياة تكمل ولازم واحد يتأقلم وكل شي يصير ويفكر بالشي الإيجابي. أكيد قررت أسوي كيكة حلوة. المهم تعالوا وياي، هاي الكيكة شفتها على تيك توك فإن شاء الله تزبط. هي مو كيكة، هي عبارة عن تشيز كيك بالرافايلو. أنا كلش مستعجلة لأن توعدنا ويا أم دومينيك همينة نطلع هسه اليوم حفلات تنكرية، فراح يصير هنا يمنا حفلة تنكرية، فقلنا نروح ونصور لكم أكيد. فهسه شنو هنا عندي بسكويت وحطيت وياه، راح اصور لكم اياه هسه عن قرب. حطيت وياه لوز، حطيت بسكويت طحنته، حطيت شويه جوز الهند المبروش وطحنت من هاي الجاتو هاي، وهمين حطيتها وياها. وهسه راح اخلط ويا الزبد كلش زين. تيست اخذ غيرها شوي. عندنا هاي القالب حطيت فيه ورق الزبده، وهسه راح انزل فوقه هاي ارضيه الكيك يسموها او ارض التشيز كيك، فشي رهيب. بنات منو من عندكم تابعت هاي الفتره ستيليتو؟ طبعا هذا المسلسل كلش حلو، وكل ما اشوفه دائما يسوون بيه تشيز كيك، فدائما اشتهي التشيز كيك مالتهم. اليوم مو مثل التشيز كيك مالتهم، اذا تريدون نسوي سوا. اليوم التشيز كيك مالتنا يختلف شوي بالرافايلو، بس كلش طيب. الناس يحبون يعني هسه الارضيه مالته، بس بعد يعني ما جربت، بس الناس اللي يحبون جوز الهند والرافايلو راح يحبون كلش. هسه نضغط كلش زين. الارضيه احتمال تفكك عندنا وتطلع كلش متجانسه وحلوه. الطريقه بالتفصيل مالتها راح انزل لكم اياها على الانستغرام مالتي. هذا الانستغرام اذا تحبون روحوا تابعوني وتشوفون الطريقه وطرق هوايه من الاكلات اللي اسويها، يعني راح انزل لكم بالمستقبل، بس دائما اصور لكم يومياتي فراح تستمتعون هوايه. ولانه احنا مستعجلين كلش فاستخدمت الطاسه نفسها بس نظفتها، وهسه راح انزل عليها كريمه خفق واخفقها زين، وبعدين راح اقول لكم شنو راح نسوي بيها. يا ربي الشغله من السرعه السريعه يصير دائما اطيب، توافقوني لو لا؟ هسه قاعد اسوي بديل الجيلاتينه. هاي يستخدموها للكيك. طبعا من تريدون تسوون كيكه بيها جيلاتينه، بس جيلاتين نعرف انه كله من الخنزير، فهذا يكون طبيعي، يعني تقدرون تستخدموه فيجان بدون اي منتج حيواني يعني داخل بيه. وطريقه شلون تسووه مكتوبه لي ورا، جربوها كل زينه. هسه راح نحتاج ماسكربونه وفريش كيزه مثل ما قلت لكم الكميات قد راح استخدم كلها موجوده على الانستغرام مالتي. وهسه راح احط اول شي ماسكربونه. طبعا نغلسوا على شكلي بعد شوي راح اجهز نفسي، بس حممت وقبل بلشت بالكيك ف انتظروني اجهز نفسي. طبعا هسه طلعت ارضيه البسكويت وحطيتها بالبلكونه حتى تبرد شويه، وبعدين نحط فوقها الكريمه. فهسه نزلت الماسكربونه والجبن الكريمي، وهسه راح احط فوقها سكر بودر. هسه راح ننزل الكريمه اللي خفقناها فوق التشيز او الجبنه مالتنا هذا الشكل، وبعدين انزل فوقهم الجيلاتينه اللي ذوبناها او الجيلاتينه النباتيه، لانه كل شيء اسمه جيلاتينه يعني حيواني، بس لازم جيلاتينه نباتيه. هذا البديل اللي احنا بدنا نستخدمه. هسه راح اخفقهم سوا.
هسه راح احط شوكولا بيضة فوق الخليط مالتنا. طبعا ذوبتها بحمام مي حار يقولون هيجي، المهم مي حار. ننزلها هسه فوق. او ماي جاد، انا اتخيل الطعم راح يصير فد شي، لازم تجربوها. وهسه حبايبي قربنا نخلص يعني. حطيت الكريمه فوقها، وهنا بدل اللوز تقدرون انتم تستخدمون المبروش احسن، يعني جوز الهند المبروش، لان هي نموري لان هي بالرافايلو فلهالسبب. بس انا خلص عندي فلهالسبب حطيت هذا هاي صوص، لهالسبب حطيت لوز مطحون يعني. وهسه راح احط رافايلو على الوجه يغلسوا على البزونه مالتي. نموري معصب علي. كيك شو صار؟ يجنن. طبعا هسه وقفنا بمكان مو كلش قانوني، بس شو نسوي؟ الشرطة سمحت لنا سألناهم. فهسه راح نروح. شو رأيكم بيه؟ اني من الهنود الحمر وعسولة همينة. هذا الجروب مالتنا خلدتني جروب هنود الحمر. اي هنا عندنا دومينيك همينة، عندنا يا همينة هندي وهمينة دومينيك من الهنود الحمر. فشو رأيكم بالميك اب واللوك المضحك؟ يعني هو لازم يصير مضحك، لان هذا العيد هو يعني هيك يلبسون اشياء مضحكه، وهاي حتى العالم تتونس. هو عيد يعني اكثر شيء الاطفال، وهنا هاي المنطقه كليتها يعني محتفلين وفاتحين يعني بيبان بيوتهم وجراجاتهم وقاعدين يعني درينكس وشوي وما اعرف ايش. ف حلوه الاجواء، راح اصور لكم كل شيء اكيد. وهاي تعتبر من عادات وتقاليد الالمان، همين هاي الحفله كل سنه تصير، فلازم عندهم. هاي شلونكم؟ هلا اهلا بالجروب مالتنا اليوم. الكل متنكره حتى بابا. انا متذكر بابا متنكر اصلا. هاي شو يسموها؟ عربي. اليشماخ يعني. ايه. اليشماخ العربي. بس ناقصك دشداشه حرامات. الدشداشه بارده. حمودي جايب دشداشته همينه ما لبسها. بردوا. فاليوم راح ناخذكم الجزء الثاني. طبعا هسه هو اكثر من كرنفال موجود يعني مدن مختلفه باماكن مختلفه، بس احنا راح نلحق بس على هذا. فان شاء الله يكون زين ونتونس بيه، بس اجواء هنا تجنن. نبلش الفلوق هسه. I am Captain. Hungrig und satt, bin der Dale von der Stadt. Ich bin draußen, ich will rennen, ich gehe hier genau hin. Denn wir sind alle. Ich will rennen, ich gehe hier genau hin. I think that's Boah, jetzt geht's ab. Kamelle! طبعا جبنا هسه بابا لهذا المطعم. الفيديو راح تشوفوه على قناتهم الاكل. شلونه؟ لا صدق يعني مطعم طيب ولا اروع. شوفوا بسيط وصغير بس اكله ويستحق الاكل الشعبي هواي اطيب من هواي مطاعم. اي والله المطاعم الفاخرة فلوسها غالية من تطلع الزاهر. لا هذا هنا بكل العافيه. والله. لا مو موضوع فلوس، لا الله شاهد، بس النكهه مال الاكل مشاوي هيجي نكهه رخيص. نكهه فحم كلش طيبه بي. يلا هسه ننطلق البيت ناقص شاي بعد ورا الفحم. يلا حبايبي قاعد نسوي شاي لانه رجعنا واكلنا مشاوي تجنن، بس ناقصها شاي. طبعا اللي معاش العراقيين يعرف، العراقيين اذا مو شاي يقعد الراس ما عندنا، يعني ما يمشي الوضع، ما تمشي الامور. هسه نحس روحنا دايخين، ناقص شنو؟ شاي. الحلوه البارحه جتني من بيبي دومينيك جدته. كلش حبيتها وحلوه، لانها من البارحه كانوا يمنا ويس.